مرحبا متابعيني الأعزاء، تعالوا أسوي وياكم قريب المحلات. الطريقة مثل ما تشوفون كلش سهلة وبسيطة ومضمونة 100%، لأن أنا جربتها. لقيتها أسرع وصفة، يعني دائما أسويها بس ما تطلع هيك بصراحة، وحتى ما منزلته. فجربت هذه النوعية، قلت ما طول استفادت خلي أفيدكم. هنا أنا 2 كوب وربع و2 كوب من الحليب، وبيضة واحدة. إذا ما تريدون تخلون بكيفكم 3 ملاعق من الزيت، بس من الأفضل تخلون، ماكو أي زفارة. رشة من الملح والفلفل الأسود، وتخلطوها بهالشكل هذا. طبعا بصراحة أشكر فقط ال5 لل4 اللي دا يتابعوني. الكل تتابع، ماكو لا شي لا تعليق. 3 أكواب من الطحين. ونريد نعرف من أي بلد. حاليا يعني عندي خوات من المغرب العربي دا يتابعوني، ومن سوريا. وهنا ضروري تصفون الخليط بالمصفي. هسه ما تعلقون، خلوا لايق. حرف تتعاجزون خلوا حتى يصعد المنشور، الكل تستفاد. وهنا نجيب الطاوة ونمسح شوية بالدهن. ضروري تكون جرانيت أو تيفال، يعني حتى لا تلتصق. ومسحتها بالدهن بهالشكل، ومقاديرها مضبوطة 100% مثل ما تشوفون بهالشكل هذا. إذا حابين تحتفظون بالوصفة وتشاركوها مع حبايبكم. وهنا عندي 3 قطع من صدر الدجاج، خليت عليهن ربع كوب من الحليب و3 ملاعق من الزبادي و3 ملاعق من الزيت. طبعا أنا قطعتهن هيك، شرحتهن خفيف خفيف. وثوم مهروس، وعصير من الليمون، وملح وفلفل وكمون وبابريكا، التوابل اللي انتو تفضلوها. ولا تنسون تصلون على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة. وبعدين جبت ملعقتين زيت حتى تستوي صدر الدجاج بهالشكل هذا. يعني هالمرة سويت القص بهيج الشكل، وعدكم مقص نظيف تسووه طلع أطيب من ما أتعب وأقصقصه وأسويه. قمت أسويه بهالشكل هذا. بس قبل لا أسوي هاي المرحلة كلها، أنا منقعته بمي وخل. وهنا أنا بعد ما شفتوني شلون حشيته بهالشكل هذا وسويته مثلثات، وظليت أقلب بيه بالطاوة شوية بيها دهن. إذا ما عندكم صاجة، أنا سويته هيك حتى اللي ما عندهم صاجة، وطلع كريسبي جنن يضاهي المطاعم.